انك تتعلم جرامر معلش رفاهيه خلاص، مش فكره ان انت بتختار، لا انت لازم تكون عارف كل جزء في الجمله معناه ايه واستخدامه ايه. بس خد بالك لو انا عندي قطعه زي كده فالقطعه دي فيها مشكله، تعال نتعرف عليها مع بعض. بيقول ايه؟ احمد is my friend. كويس. احمد is 10. عظيم. احمد انا زهقت. احمد loves football. طب هو كل شويه احمد احمد احمد؟ من هنا لازم نكون عارفين ان في حاجه اسمها pronouns. pronouns الضمائر. ايه هي البروناونز؟ PRONOUNS. البروناونز يا مستر هي الضمائر الشخصيه. يعني ايه الضمائر؟ خد بالك ان كل اسم عندنا، كل اسم مهما كان مفرد او مهما كان جمع هو في ضمير بيدل عليه، والضمير ده له انواع كتير، بس احنا النهارده هناخد اسهلهم اللي هي ضمائر الفاعل. ضمائر ايه؟ ضمائر الفاعل. طب ركز معايا وارجع معايا تاني. تخيل بدل ما اكتب احمد از ماي فريند انا كتبت احمد مره واحده وده سليم وما عنديش مشكله، بس بدل ما اكتب احمد تاني قمت مكنسلها او شطبتها وكتبت بدلها هي. اقرا معايا كده. احمد از ماي فريند. احمد صاحبي. هي. عظيم. بدل احمد تاني كفايه بقى. هي از 10. هو عنده 10 سنين. بدل احمد تالت كان ليها هي، يبقى هي loves football. هو بيحب الكرة. خد بالك ان هي او هي هنا هي بتدل على الولد اللي احنا كنا بنتكلم عليه، يعني الضمير بيعود او بيحل او بيشير الى الفعل الحقيقي. فلو انت قلت لي I love my father انا بحب بابايا، هي هو بقى he is a police officer. او I love my mother انا بحب مامتي، هي she is a clerk هي موظفة. يبقى خد بالك انا لما حبيت اعوض او اجيب ضمير يدل على احمد كان لازم نجيب ضمير اسمه هي، يبقى هي بتدل على المذكر. طب ولما نجيب ضمير يدل على ماما او على جراندما وعلى انت عمته او خالته يبقى هنجيب شي هي. طب تخيل لو انا هجيب ضمير يعود على ماي بن القلم بتاعي، يا ترى هي تنفع؟ اكيد لا. طب شي تنفع؟ بردك لا، ده لا مذكر ولا مؤنث. انا اتفقت انا وانت ان المذكر بياخد هي. عظيم. طب والمؤنث ماما وتيتا بتاخد شي. طب والحاجه الغير عاقله زي القلم ده بياخد ضمير اسمه ات. يلا نروح كوريكت المستوى الثاني. كوريكت المستوى الثاني بيج 2. هنبدا ناخد اول درس النهارده وهو درس البيرسونال بروناونز او الضمائر الشخصيه. الاساس لكتابه اي جمله، الاساس انك تفهم اي حاجه قدامك في الانجليش ولازم تكون عارف الضمائر.